لما حصل المغرب إعادة العلاقات وفتح المكتب تاني مع إسرائيل، طلع جمال ريان الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية وحقيس دراجي الكبران نزلوا نتف رت وخد عندك. والإمارات لأن علاقتها سيئة بقطر إلى الآن حتى بعد حل قضية الحصار، شعارات بقى فخر من الآخر. بعد محمد بن سلمان ما أعلن اللي أعلنه، جمال ريان كتب كلام لطيف مش نفس الطنطنة اللي متعودين عليها. فقال إيه يا سيدي؟ جيمي قال إيه؟ صار تطبيع أو ما صار تطبيع، ستبقى قضية فلسطين هي الأساس، والدليل أن كل اتفاقيات التطبيع السابقة التي وقعت مع مصر، الأردن، الإمارات، المغرب، البحرين، السودان لم تجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة، لأنها قفزت فوق الموضوع الأساسي وهو فلسطين. لا في خيانة، لا في مفردات كر 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 ما فيش. شفت لطيفة ازاي؟ سلسة ازاي؟ زي السكينة في الحلاوة. ليه؟ لأن السعودية وقطر لهم علاقات طيبة، ولو كتبوا كده السعودية هتعترض وهتتضايق، وقطر هتضطر تجامل السعودية دلوقتي. يعني التطبيع قفص، هو قفص مش خيانة، مش التطبيع قفص. طب بالنسبة هاو قفص. إنما المغرب طعن بالخنجر خاصرة الأمة، أقسم بالله كلام فاخر من الآخر. وذبح مش عارف إيه من الوريد إلى الوريد. وجمال عنتر، جمال خد له يجي 6 أشهر طعنطير طعنطير طعنطير. إنما السعودية قفزت نقزت بس، ما طعنتش ما ذبحتش، لا نقزت بس. يا سيدي عرفت بقى انهم متحجرين، لكن تيجي المصلحه. طيب ده جمال ريان يا عم، ده فلسطيني مش حقيس دراجي مثلا. ايه ده؟ استنى خد حقيس دراجي يا ريته قال قفزت، ما قالش قفز. امال قال ايه؟ اسمع يا سيدي والله العظيم اسمع. بمناسبة العيد الوطني السعودي ال93، كل عام وأهلنا في السعودية بألف خير، أدام الله عليكم نعمة الأمن والأمان والرقي بإذن الله. قفز لا حلو. فلسطين أنا النهاردة مشغول، أنا النهاردة ما مساليش الضوء قاطع أي حاجة، ما كاينش. اعمل نفسك ميت. طب حتى كلمتين زي جيمي كده في القفزة، لا ما انا السعودية ما بتهزرش. كابتن هو كله ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟ مش حاملة جد ابو الجزائر ولا الكبرانات. جمال ممكن يفوتوها له فلسطين، انما انا لا، انا لو قلت قفزت هيقفزوا عليا. كل سنه وانتم طيبين يا سعوديين. طب ما باركتش ليه للمغرب بالعيد الوطني؟ لا عشان مطبعين صهاينه، دول صهاينه، مراركه صهاينه. طب السعوديه قفزت. شفت يا سيدي؟